حضرتك قلت في برنامج دولة التلاوة إن المؤمن بيطلع من أزمته مجبور لأن عنده معنى للألم. ممكن تشرح إزاي نفهم معنى الألم ونطلع مجبورين؟ أي حد لما بيتألم ويعرف يوجد معنى للألم ده، المعنى ده بيصبر. وفي معاني كتيرة ربنا ذكرها سواء في القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، زي إن الإنسان لما يحصل له أزمة ويصبر عليها، يعني لا يلجأ لحرام عشان يطلع من الأزمة، او يبطل صلاه لانه زعل من ربنا، خلاص مش مصلي ما دام عندي ازمه في حياتي. لو صبر وفضل زي ما هو وبيدعي وبيقول يا رب وبيحاول يدفع الازمه دي عنه بالطريقه السليمه، اسمه صبور. وربنا بيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، خش الجنه من غير حساب يوم القيامه. وده معنى كبير قوي. وبعدين هذه الأزمات بتعلمنا الارتقاء والتوكل على ربنا والوقوف على باب ربنا. فزي ما سيدنا الشيخ يقول لم تكن شدة إنما كانت شدة، كان ربنا بيشدك ليه وبيقربك منه. فالمعاني دي، وبعدين بعض الناس يقول لك دي تكفير للسيئات ورفعة للدرجات. الناس عم تقعد تفكر بعض بمعاني تصبرها على الصبر على الأزمات. كل ده بيجعل الإنسان يطلع من الأزمة متعلم وفاهم وراضي عن الله ومأجور. فالبحث عن المعنى هو اللي بيخلي الإنسان خاطره ينجبر.